السلام عليكم. بصوا يا اخوانا، يعني انا عايز اقول حاجه. لاول مره العرض ده هينكتب قدامكم دلوقتي وانا بصور الفيديو ان شاء الله. مش عارف انا هعمله، انا زعلان منك يا هشام. كلمت الحاج صلاح وعايز فوزي يعمل عرض عشان اللي حصل. بص، انت مش فاهم في المزاد ما تدخلش. في ناس كتير قوي بتعمل مزادات محترمه في طنطا، في القاهره، في اسكندريه. انت جات رجلك واشتريت عود ياباني 93 ب 1250 جنيه، انضف حاجه فيه الجراب بتاعه، وانت بقالك سنتين بالتاجر وبتاع وعندك كشك يا عم هشام. ما ينفعش، كنت ترجع لي وتوسطنا، والراجل مش عايز يرجع العود حقه. هو الراجل ما اجبركش، هو عمل مزاد. الله اعلم بقى، مش هنقول حط واحد يسخن المزاد والكلام ده كله، الله اعلم. انت ما دخلتش مزاد مع ناس محترمه، من الناس المعروفه اللي بتعمل مزادات من زمان، التجار المحترمه. هقول لك ايه بس، عود ياباني 93 ب 1250 جنيه، يعني هو الراجل منزله ب 400 والرفعه للي عايز. انت عمال بقى هي حرب. عود ياباني ب 1250 عشان ياباني، وتصوره لي انضف حاجه فيه الجراب اللي هو كان فيه. الله يسامحك يا اخي، الله يسامحك. بصوا يا اخوانا، في عرض هنصوره يوم السبت. اجلناه ليوم السبت، انما العرض ده عشان خاطر هشام هنعمله. مش هيبقى كتير، مش هيبقى كتير يا عم هشام. العرض ده هيطلع على اسمك بس مش هيبقى كتير. والله انا زعلان، انا بصور العرض ده وانا زعلان. المشاهد بقى ما تقفلش الفيديو الا لما اقول لك انا خلصت. كلمه السر انا خلصت، عشان هينكتب دلوقتي وانت واقف وانت بتشاهد يعني. الله يسامحك يا حاج هشام. بص يا عم هشام، انت بتكلمني بصيغه ان نضحك عليك، فاسمح لي اضحك عليك من نفسي بقى. مش انت نضحك عليك، خليني انا كمان اضحك عليك، واضحك على 15 مشاهدين كمان يعني، لان العرض ممكن يبقى 5 10 12. خليني اضحك عليكم يعني. رايح تشتري 93 عشان يا فوز انا كنت عايز عود ياباني يشوح 150 جرام، صح كده؟ العود الخشن ده بالفوجي، فوجي لوكس. دي بالفوجي لوكس، كعب معدن، فرن معدن، 2 صامولة امان، جلب 4 مللي محلية. دي بالفوجي لوكس، 4 متر ونص، 4 متر ونص، الكاميرا عكس. كاست ويت كام يا عم هشام؟ 250 جرام يا عم هشام. اديهولك ب 1200، هديهولك ب 1200. اوريك الخامة. فاضل له ميدن ان جابان بس عشان تبقى عارف. العقب مغراز. خد بالك انا كنت شرحت نزلت صور الخامة قبل كده على الصفحة. ان بينت الكاميرا حاجة بسيطة، فالعود هيجي لك وتعرف العود الخشن عامل ازاي. شوح، شمط، احدف. يلا يا عم هشام، تاخده مني ب 1200 جنيه. دي بالفوجي، خامة محترمة، 15 لفة الياف كربون، 15 لفة الياف. عود اعمل بيه اللي انت عايزه. دبل للعمر، تشطيب معدن. هات مقص حديد زي كده ورزع على العود، هتلاقي رنة الخامة نفسها زي رنة المعدن نفسه. يلا يا عم هشام، 1200 جنيه. 4 متر ونص دي بالفوجي كربون، 12 لفة الياف بمغراز، و4 ونص، والكاست ويت لغايه 250 جرام. يلا يا عم هات 1250 وخده يلا. الله يسامحك يا راجل يا طيب. عود انا هعمل كمان عرض ورا ده، محد اللي هيسرع هيخسر، اسمع كلامي. عود خشن. يلا عود خشن ب 1200 يا اخوانا، ايه رايكم؟ نلم شويه حاجات تحت بقى عشان اكتب العرض معاكم. الله اعلم هطلع ايه ومش هطلع ايه، ولكن انا معاك اهو. عود خشن ب 1200 جنيه. ما انا ليا نفسي اضحك عليك زي ما انضحك عليك، انا حر بقى. وهديك عليه كيس الماني، عبوه الماني ب 100 جنيه، الناس عارفينه.
اللي هو الرسمه دي ب 100 جنيه. يلا اهو عود وكيس الماني ب 1250 يا عم هشام. كمان كيس ادي 200 300 400 500 600 ب 600 جنيه سنار الماني. والعود يلا هات 1250 ادي 6. والله يا هشام كان نفسي افرح هو العرض يفرح، بس انا زعلان للموقف اللي انت عملته. سيتم يا جماعه ترد على المكالمه، في حد هيرن بس مش هيلاقي شبكه. لا لا شبكه. ماشي 6 سنار الماني. حلو كده يا عم هشام اهو. بقى جبت لك العود اللي نفسك فيه ب 1250 وحطيت لك 6 الماني ب 600 جنيه. هو طبعا العود مش ب 1250 يا اخوانا، بس انا بقى بنكشه. طيب اجيب لك ايه تاني؟ تعال اقول لك حاجه. طقم الفيلا الحره دي ب 10 جنيه. خد لك 10 اهم ب 100 جنيه كمان. يلا يا عم هات 1250. اصبر اجيب لك ايه تاني؟ تعال العلبه دي ب 25. خد لك واحده، خد لك اتنين، خد لك تلاته، خد لك اربعه. لامم لك المحل كله تحت مني. حلو كده ب 1250. والله العظيم حلو، والله حلو. يعني انت عندك 600 سنار و100 دي 700 800 بالعلبات. يعني العود وقف ب 450 جنيه اهو، واحسن من اللي انت عايزه، احسن من اللي انت عايزه. ولكن لا، انت كلمت الحاج صلاح والحاج صلاح قال لي الراجل ده لازم يتراضى. اجيب لك ايه تاني؟ ها تعال ولا اجيب لك ده؟ لا خد ده الهيلب كوري الحربة الخارجية. اجيب لك كام؟ 5 10 20. خد لك 20 هيلب كوري بكام؟ ب 100 جنيه. يلا هات ال 1250 كمان. 20 هيلب كوري اهو بال 1250 اللي انت دفعته. لا الحاج صلاح موصينا عليك، مع ان انا زعلان منه. يا راجل انت زبوني بقالك سنتين، ارجع لي قبل ما تشتريه ولا تخش المزاد. مش دي المداور الكوري الكبيره اللي انت عايزها للتشميط وللملح؟ هديك خد 20 بكام؟ ال 10 خد 20 ب 50 جنيه. 20 مدور ب 50 جنيه. هتدفع ال 1250 ولا لسه عايز حاجات تاني؟ اشوف لك. احمد اخوك كان عايز 20 في الفاتوره اللي فاتت، كان عايز 20 هلب برضه. والله العظيم لا خليهم لك 40. ده انا لسه جاي لك. شويه جرازات معدن اهم. 1 10 ب 50 جنيه. هتدفع ال 1250 ولا عايز حاجات تاني؟ حاضر تعال. ده انا بهدلت الدنيا. خد لك واحد بن اهو. خد لك واحد بن ب 35 اهو، على واحد اجوانه بكره بن وبكره اجوانه، واحده من دي. اقول لك على حاجه، انا هديك 4 مشكلين يا عم. معلش بقى كنسل عليك. انا هديك 4 مشكلين اظن كده مرضيه. في حاجه تاني؟ اقول لك على حاجه، سيبك من دي. مش هعرف اطلع كميه كبيره منه. 5 10 بالكتير. انا اسف يا عم صلاح، مش هعمل عرض يوم السبت. استناني ربع دقيقه. يا اخوانا اول ما اقول انا خلصت العرض، الناس اللي متابعاني جري على الواتس، العرض ده ممكن يخلص في خلال ساعه. اسمع من اخوك، اول ما اقول انا خلصت تجي لي على الواتس. 1250 باللي انت شفتهم يا عم هشام مرضي ولا لسه؟ عشانك مش هعمل العرض بتاعي يوم السبت يا عم هشام. الديبو الملك
مكنه عشان ما اسيبلكش العود. الحاجات دي ما بتطلعش في عروض. انت عم هشام بتاكل عيش، والحاج صلاح قدر كده. الكتالوج بتاع المكنه، الكيس بتاع المكنه. اصحاب القلوب الضعيفه يمتنعوا. كعب معدن، يد معدن، دواخل نحاس. افك اوريك. شايف الشياكه؟ الملكه، الملكه. انت عارف ديت حلتها حره. يعني بتتكلم لو حطيت مثلا 40 مقاس 40 عشان تشغل ده وده تاخد 160 متر. فاكر اسرع مكنه في مصر؟ فاكر اسرع مكنه في مصر؟ قارن يلا. قارن تاني. صلى على النبي. مش هدفعك زياده. وادي كمان المكنه. والله يا هشام لولا انت، انا عارف ظروفك وكلمت الحاج صلاح، مكان العرض ده يتعمل. اللي انت شفته يا عم هشام ب 1250 اللي انت دفعتهم، والعرض 5 أو 10 فقط. ويلا نخش على العرض التاني. بص يا اخوانا، العرض اللي فات ده اسمه الخشن. تجي لي على الواتس انا هعمل عرضين. واحد اللي فات ده اسمه الخشن، واللي هقوله دلوقتي اسمه هشام. انا عندي استعداد اعمل الفيديو ده ساعه، لاني بقول فيه كل المعلومات. هتيجي تسالني على حاجه انا قلتها في الفيديو ما ردتش عليك، يبقى ده حقي. مش ذنبي انك مستعجل، دي حاجه بتاعتك انت. انا بشرح لك اكنك واقف في المحل. العرض اللي فات اسمه ايه؟ الخشن. محتوياته انا كتبتها برضو عشان ايه تبقى انت لو حاجه اتلخبطت فيها. 6 ألماني، 10 فله حره، 4 علبات فاضيه، 20 هلب، 40 مدور كبير. لو المدور خلصت الكبيره هحط لك الصغيره او احط لك علبات. المهم يعني ما تشترطش عليها تقول لي انا عايز كذا وكذا. وقت الضغط في عرض كبير زي كده والله ما بيبقى في وقت. فالبند اللي احتمال يخلص انا بعرفه لك اهو. و10 جرز، والعود الخشن، والمكنه تجيبه الملكه، و4 خيط مشكل 1250. الحاجات دي ثمنها تقريبا ما يقرب من 3000 جنيه عشان تبقوا عارفين يعني. عرض هشام افندي بيه باشا. الفاتوره بتاعتك يا هشام اللي انت كاتبها، الحاج صلاح قال لي وديها له مجانا. اللي انت المفروض بعد بكره بعد العشاء هتدفع ثمنها. الحاج صلاح قال لي وديها له مجانا. يعني عرض هشام ده جاي لك مجانا. جاي لهشام يا اخوانا مش ليك. والله يكرمكم. في ناس يعني بتسالني حاجات غريبه. 5 علبات ب 125 جنيه. هو فين 5 علبه ب 125 جنيه. 5 طقم فله حره ب 50 جنيه. 10 مدور كبير كوري 25 جنيه. 10 هلب كوري. انتوا شفتوا الحاجات دي يا اخوانا؟ 10 هلب كوري حربه خارجيه ب 50 جنيه. 5 اكياس الماني يا عم هشام ب 500 جنيه. 5 جرز معدن على انما انا بهدلت الحاجات ومش عارف حاجه. 5 جرز ب 25 جنيه. ادي الفاتوره بتاعتك من 775 جنيه. 5 علابه، 5 طقم حره، 10 مدور كبير كوري، 10 هلب كوري حربه خارجيه، 5 عبوات الماني، 5 جرز معدن. 775 جنيه. مش هتدفع يا هشام ال 775 جنيه، هتروح لك مجانا. ده غير الهدايا اللي عليها هتروح لك مجانا برضه. واللي هيستفاد بالعرض ده برضه من 5 ل 10 يا اخوانا. العرض اللي انتوا شفتوه اللي اسمه عرض هشام، باكد اهو، اللي اسمه عرض هشام محتوياته انتوا شفتوها والاسعار انتوا شفتوها. ثمنها 775. ثمنها كام؟ 775. شوف الحاج صلاح عامل معاك ايه. مكتوبين في ايه؟ عبوه شراره ب 75 جنيه يا هشام هديه. عبوه الماني ب 100 جنيه يا هشام هديه. واحد خيط بن يا هشام، واحد خيط بن هديه. مع ان فاتورتك ما فيهاش الكلام ده وهيروح لك مجانا، بس يعني الله المستعان. بص بقى الحاج صلاح عامل معاك ايه. هموت يا فوزي على العود الخواجه، هموت على العود الخواجه اهو.
انا مش هشرحه عشان الناس ما تشبطش في العرض، لان مش هيبقى كتير. يكفيني بس الناس اللي شافوه قبل كده. عود الخواجه ال 63، مش هشرح ولا اتكلم، يكفيني الناس اللي شافوه بس. كفايه اول 5 ل 10 اللي شافوه من ضمن 2000. هديه يا عم هشام، هديه. ما يتصدق بقى ما تصدقش. احنا العروض بتاعتنا فوتوشوب اصلا. حاج صلاح مديك العود ده كمان هديه عشان تبقى عارف، وما سكتش على كده. يا عم صلاح عندي مكن ريلز كتير، كفايه ده اوردره ب 775. ده كفايه العود وسيبك من الباقي. المكنه النحله اللي على بالي، النحله اللي على بالي الانتي ريفيرس يا عم هشام. هديه. الله يسامحك على اللي انت عملته في نفسك. العرضين واضحين، والكميه انا بقول قليله. انا كده عملت اللي عليا. وعنوان شنوفه شبين الكم منوفيه من السبت للخميس من 11 الصبح ل 10 بالليل. بشحن لاي محافظه، دفع فودافون كاش. ثمن الاوردر شحن الاوردر بتدفعه عند الاستلام. بيوصل لك من 48 ل 96 ساعه من ساعه ما بيستلموه. مش شرط المندوب يجي لك لغايه بيتك الا اذا كان انت في خط سيره. التواصل واتس مش فون وتعليقات. التواصل واتس مش فون ولا تعليقات. التواصل واتس مش فون ولا تعليقات. خلاص. الناس اللي معاملاني على الواتس حالا ناو. سلام.